عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، مرحبا بكم وألف ألف مرحبا. كيف ما كتشوفوا شاهدنا كاملين الخطاب ديال صاحب الجلالة نصره الله الملك محمد السادس شفاه الله بإذن الله، وشفنا كيفاش أنه كان حافظ على القوة والصرامة في الحديث في موضوع الصحراء المغربية. ولكن هذه المرة كان واحد الفقرة أنا أثارت انتباهي وجعلتني أقف لأتأمل الصفعة المدوية التي أتت بها هذه الفقرة على وجه كل الأطماع أو كل الدول التي لها أطماع في المغرب، وذلك عبر تقسيمه عن طريق شرذمة البوليساريو. الأمر مهم جدا. هذه الفقرة هذه بغيتكم تسمعوها وبغيتكم ومن بعد نتذكروا عليها ونعرفوا ناخذوا العبرة وناخذوا بالضبط شنو كيقصد صاحب الجلالة أو من هي الدول المعنية. بالإخوة الكرام، الموضوع واضح وبين. كاين اللي باقي تيهضر بالاستفتاء، الجزائر استفتاء ثم استفتاء وباغي استفتاء والتقرير المصير وهذا التخربيق هذا. صاحب الجلالة قال لكم باللي سيفيني بهذا الموضوع هذا، ما بقاش هادشي، ما بقاش حتى في الامم المتحده، ما بقاش. نتوما مازال كتهضروا على اللجنه الرابعه وكتهضروا على شي تخربيقات اللي صراحه ما بقاتش. سي كونتراديكتوار، باغيين الاستفتاء وفي نفس الوقت ما كتعطيوش فرصه للامم المتحده على الاقل انها تحصي الناس كيف ما سماهم صاحب الجلاله، المحتجزين اللي موخودين كرهائن عند الجزائر واللي كتستعملهم كرهائن واللي عايشين في الذل والقهرة والعجاج والتكرفيص. خليو الأمم المتحدة تحصيهم من بعد نهضروا، حيت حنا متأكدين أن تما ما كاينش شي صحراوي زعما هارب من العيون ولا من الداخلة ومشى تما. بالعكس، هذوك الناس جمعتهم من الجزائر، جابتهم من مالي، جابتهم من دول أخرى، من الصومال، من تشاد، من السودان، من النيجر، جابتهم من موريتانيا، جابتهم من الجزائر، من الطوارق وسميتو، وحطاتهم تما وكتقول لك هادو هما الشعب الصحراوي. حاشا ان يكون هذوك الناس هو الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي يعيش في الامن والامان والسلم وتيعيش في الصحراء المغربيه وتياكل من الخيرات ديال الصحراء المغربيه. هذه دو. كاين قال لكم او تحدث على بعض الدول، والان انا بعدا غنبقى نشوف غير الجزائر من هذا الخطاب، من هذه الفقره هذه كنشوف غير الجزائر. قال لك كاين دول اللي باغا عن طريق البوليساريو كتستعملها كأداة باش تدوز سميتو المحيط الأطلسي. اذا اللعبه مفهومه بالحجج وبالدلائل. انا اتحدث هنا او انا بعدا كملاحظ وكمتتبع للشأن السياسي وكمتتبع لهذا الموضوع. الجزائر باغا بهذا البوليساريو ما همها لا بوليساريو لا تقرير المصير لا تقرير مصير الشعوب لا كذا لا التحرر لا التحمص. هي باغا تدوز باش تستافد من الخيرات اللي كاينه في المحيط الاطلسي. صاحب الجلاله كان حاسم وقال لكم باللي المبادره الوطنيه او المبادره المغربيه للولوج اللي عطاها الدول الساحل للولوج الى المحيط الاطلسي هي مبادره قائمه كاينه. اللي بغى يدوز المحيط الاطلسي خصو يدوز فيا هذه المبادره، سينو كتحلموا مازال كتعيشوا كيف ما سماكم في اوهام الماضي. هادشي راه ما كاينش. عمركم الجزائر غتسنوا انكم غتدوزوا المحيط الاطلسي عن طريق البوليساريو او عن طريق تقسيم المغرب. كونوا واضحين، كاينه مبادره دوليه فيها دي كونطرا، فيها وين الناس رابحين والمغرب رابح. مرحبا بكم، بغيتوا تدوزوا مرحبا والف مرحبا، سينو ما عمركم غتدوزوا. هذه نقطه مهمه. النقطه الثالثه اللي تحدثت فيها على موضوع تصريف المشاكل الداخليه لبعض الدول عن طريق الحديث والتشبث بقضيه الانفصال. الجزائر، البروباغندا الجزائريه ديال العسكر الجزائري اي مشكل عنده في الداخل كيلصقوه للمغرب، وفي نفس الوقت باش يهربوا من اي مشكله عندهم كينوضوا واحد البروباغندا، واحد الهضره، واحد الكوتو تيهضروا على البوليساريو. كينوضوا يدفعوا البوليساريو يدير شي حماقه في الصحراء، كينوضوا يديروا البوليساريو انها دير بلاغات انها دايره حرب، كينوضوا يقولوا باللي راه حنا
عوض ما يقول لهم نجي تبون باللي راه البطاله غنقصوها، تيقول لهم حنا غادي نضلوا تندافعوا على بوليزاريو. اذا كيتهربوا من اي مشكل ومن اي شيء زعما اللي يهم مصلحه المواطن الجزائري وما عرفوش كيفاش يديروا ليها، كيمشيو تيبداو يهضروا على الصحراء، بوليزاريو، تقسيم، انفصال، ديميسورا وما الى ذلك. اذا المغرب وصاحب الجلاله حدد لكم الاطار ديال الخبث وديال العداء وديال الاطماع ديالكم، حددها في هاد ثلاثه ديال الامور مهمه جدا، وبين لكم باللي حنا عايقين بكم، المملكه المغربيه الشريفه عايقه بكم. دونك ما تبقاش تكتروا في الهضره، دونك ما تبقاوش تحلموا. يعني واحد الانسان عايق بك انت شنو باغي، ما غاديش يمشي معك داكشي اللي بغيتي. يعني انتم تتحدثون عن قضيه عادله ليست بعادله، باغي ندوزو المحيط الاطلسي، خدامين تصرفوا المشاكل الداخليه ديالكم عن طريق هذه الاطروحه الانفصاليه الخبيثه، ومصرين كذلك على ما اكله الدهر ومشى مع الناس القدام ديال اطروحه الاستفتاء، وجالسين شادين هذوك الناس عندكم كرهائن. اذا الموضوع حسم صراحه. انا بالنسبه لي موضوع الصحراء حسم صافي، ساله، ما بقيناش غادي نزيدوا معكم شويه، لان الدول المعنيه بالامر فرنسا واسبانيا المستعمر القديم اعترفوا بمغربيه الصحراء. المغرب طور الصحراء لواحد الدرجه يعني ولات تبهر العالم، المدن في الصحراء الداخله والعيون ومدن اخرى ولات افضل من عاصمه الجزائر، من الجزائر العاصمه، باش نكونوا واضحين. وجيبوا لي شي فيديو ووريوني الجزائر العاصمه كي دايره ونهضروا، شوفوا العيون كي دايره، شوفوا الداخله كي دايره، اكبر يعني اجمل بحر، اكبر ان شاء الله ميناء غيكون تما، السياحه تما منطقه سياحيه بامتياز، ارخبيلات، يعني كاين ما يدار. يعني بلا ما تبقاو يعني سالات القضيه. قلت لكم كوا الدول المعنيه اعترفت، زيد عليها الدول العظمى امريكا وبريطانيا ودول اخرى اللي اعترفت، المانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا يعني دول عديده اعترفت بمغربيه الصحراء. اذا هذا يعني تحليل بسيط للمقتطف اللي عجبني انا صراحه، لان صاحب الجلاله نصره الله وشافاه وحفظه حط نقط على الحروف في هذه الامور، وبين لكم باللي راه حنا عايقين بكم لواحد الدرجه ما تصوروش. شكرا الاخوه الكرام المتابعه ديالكم، بارك الله فيكم، ونلتقي في فيديو قادم باذن الله. شكرا دائما على التتبع ديالكم.